بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حكايات سحر عمارة. يا رب تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال. حكايتنا النهاردة عن واحدة بتقول: أنا متجوزة بقالي 31 سنة، جوزي مسافر بقاله 25 سنة، بقالي 6 سنين قاعدة اتجوزت يعني وقعدت معاه 6 سنين. جوزي كان مبسوط جدا ومستواه أعلى من مستوايا ماديا. كنا بنحب بعض جدا في الكلية. أنا اتجوزت وأنا في الكلية، اتجوزت وأنا صغيرة، كنت يا دوبك في سنة أولى وهو كان مخلص جامعة وكان بيشتغل مع باباه. كان عندهم سلسلة محلات وسلسلة مصانع، كانوا ليهم عملاء بره وجوه، كان باباه شغل الشغل كله عنهم، يعني كانوا هم عايشين مرتاحين ماديا وكنا بنحب بعض جدا جدا جدا. مرة واحدة باباه توفى ومن غير مقدمات، هو واخواته مسكوا الشركات والمصانع، ابتدت تخسر، ابتدت واحدة واحدة مستوانا يقل، ابتدت ظروفنا المادية مفيش، ابتديت أخلف. انا خلفت اول ما اتجوزت على طول، جبت توأم بنت وولد. ومن ساعتها ما خلفتش تاني. ابتدت لان الدنيا ابتدت تتكعبل مع جوزي. ابتدى يبقى متضايق، ابتدى يبقى يفكر في موضوع السفر. كان عايز يطلع من الموقف اللي هو فيه ويعمل اي قرش باي طريقة، طبعا بحكم ان هو كان عنده عملاء اجانب وكده، فكان بيتراسل معاهم. والمهم واحد سفره وسافر هو واخوه، هم 4 اخوات، 2 قعدوا هنا وقالوا الاتنين اللي قاعدين هنا ياخدوا بالهم من بيوتنا، من ستاتنا، من ولادنا والكلام ده كله. طبعا ما فيش ولا حاجة من دي حصلت، كل واحد اتلهى في حياته وكل واحد اتلهى في بيته مع اولاده. محدش بيفكر في حد وكل واحد بيقول يلا نفسي. بيسألوا علينا لما يكون في مناسبة، لما يكون في عيد، لما يكون في مناسبة، في عيد، في رمضان، حد تعبان حاجة يعني لا قدر الله مصيبة كبرى، فهي دي الحاجة الوحيدة اللي بيسألوا علينا فيها. غير كده كل واحد ملهي في حياته. أنا كرست حياتي لولادي، جوزي قرر يسافر وقعدت أقول له كتير بلاش بلاش، خليك قاعد معانا وهو اللي يجي على قد الموجود نقضي بيه نفسنا وخلاص. ما سمعش كلامي وقال لي لا، أنا متعود على مستوى معين ولازم أعيش ولادي زي ما أنا كنت عايش، ولازم أعمل لهم قرش للزمن، فخلاص انا هسافر. فقلت له خلاص بقى براحتك سافر، بعد محايلات واقناعات ان انا اخليه يحاول ان هو يقعد معايا هنا، رفض نهائيا. المهم سافر، وسنة تجر سنة لغاية ما بقاله 25 سنة مسافر. ولادي الاتنين كبروا، بقيت فانية حياتي لولادي. دروسهم، النادي، مذاكرة. بصراحة هو أول ما سافر تعب شوية في السفر، بس بعد كده لقى شغل على طول والحمد لله. الشغل ابتدى يكبر وابتدى يفتح سلسلة محلات في البلد اللي هو فيها. أخوه اللي سافر معاه برضو شغلانته بقت كويسة، بس أخوه ابتدى ينزل الأجازة وانا هو ما بينزلش اصلا. اقول له مش هتنزل؟ طب تشوفي العيال، طب تقعد معاهم شوية. طب انت وحشتنا. طبعا كل معاملته معانا، طبعا كله تعامله معانا على التليفون بالكاميرا، ان هو يشوفنا يطمن علينا. بيكلمنا كل يوم ويوم ويوم، بس معانا دايما. بس احساس البني ادم لما ما يكونش معاكي برضه بتبقي حاسه ان في حاجه ناقصاكي. المهم كانوا ولادي شغالين كل حياتي، وكانت مامتي الله يرحمها كانت بتيجي تقعد معانا. مامته كانت لسه عايشه اياميها برضه تيجي تقعد معانا شويه. كانت الدنيا ماشيه، ما كنتش حاسه بالوحده لحد ما ولادي ابتدوا يكبروا، ابتدى يجي لهم عرسان. بنتي جالها عريس من القاهرة، فطبعا هتعيش هناك، ما نفعش ان هي تعيش هنا. آه، كان راجل ابن حلال، كان باباها يعرفه يعني راجل اعمال وكده، وكان باباه بيسافر برضو مع باباها، فكان عارفين بعض كويس وحبوا بعض الولاد، فابتدوا ان هم قرروا ان هم يتجوزوا. طبعا جهزت بنتي كويس جدا وابتدت ان هي تعيش هناك، وقلت لها كده هيبقى من رابع المستحيلات ان انا اجي اعيش معاكي في القاهرة، انا هعيش هنا بس لما تعوزيني هتلاقيني جنبك. وده فعلا اللي حصل. بعد فترة كمان ابني حب اخت جوزها. وابتدى برضو ان هم اهله شرطوا عليها ان هو يجي يعيش في القاهرة. مجال الشغل احسن في القاهرة غير اسكندرية. القاهرة منفتحة شوية، فكان هيبقى شغله احسن واكبر. وباباها عرض عليه ان هو يشتغل معاهم في الشركة.
بابا ما اعترضش وقال لي سيبيه، خليه يجرب، خليه يكبر منه لنفسه، يشيل مسؤولية نفسه. انت خايفة لا تعيشي لوحدك؟ قلت له لا عادي خلاص، انا اتأقلمت على العيشة في اسكندرية، طب اجيب لك شقة في القاهرة؟ قلت له لا، انا خلاص بحب اسكندرية وهفضل عايشة، وهم يأقلموا حياتهم زي ما يقعدوا، وكل واحد يعيش حياته، انا هفضل زي ما انا. الولاد يا ماما لا نجيب لك شقة هناك، لا اقعدي معانا. هم طبعا الولاد عايشين في فيلا مع حماهم، فطبعا انا مش هروح اقلب لهم حياتهم. حماتهم وكلهم عايشين مع بعض، بس كانوا الحمد لله بيعاملوا ولادي كويس وبيحبوهم ومعتبرينهم ولادهم. طول عمرهم الراجل ده كويس من ايام باباهم وجدهم، انا كنت عارفاه. بس كانت علاقتي لما جدهم توفى والدنيا باظت فالعلاقة اتقطعت. بعد فترة ابتدت العلاقة ترجع لما بابا قابل بابانا هناك ورحنا فرح بنتهم. عندهم بنت تانية، فكانت الدنيا وردي وتعرفوا على العيال هناك. كنا مبسوطين جدا، وهم بقى عاشوا حياتهم وأقلموا حياتهم على العيشة في القاهرة. طبعا أي حد بيعوز مني حاجة كل كام شهر إن أنا أروح لهم. كانوا بيجولي كل شهر إن هم يقعدوا معايا يومين ويسافروا. بعد كده الولادهم كبروا، كبروا، ابتدوا يخشوا المدارس، فكل واحد انشغل في حياته ونسوني نهائي، بيكلموني في التليفون كل يوم. بس حاسه ان حياتي فاضيه. انا صغيره في السن، عندي 46 سنه. لقيت نفسي عايشه في البيت لوحدي، لقيت نفسي كنت هامله نفسي نهائيا. ابتديت اشوف نفسي، ابتديت البس، ابتديت اشوف بشرتي، ابتديت اتعامل مع نفسي كبني ادمه بقى وارجع شبابي. وفعلا عشت حياتي، ما هي فلوس بتتبعت لي وخلاص. كنت افضل اقول لجوزي انزل كفايه كده، انزل كفايه كده، يقول لي لسه بدري، لسه شويه اعمل قرش للولاد، انا مش ببعت لك فلوسك، انت ناقصك حاجه؟ اقول له ناقصني انت. ما تنزل، طب خلاص انا اسافر واجي اعيش معاك هناك، ما خلاص الولاد اتجوزوا. يقول لي لا مش هينفع، في مشاكل، مش هينفع تيجي انت هناك ولا انا انزل دلوقتي. حاضر شوية وهنزل، شوية وهنزل، لغاية ما لقيت نفسي بقالي 3 سنين عايشة لوحدي. الوحدة ابتدت تموتني، ابتديت بقى اخرج اروح النادي، ابتديت اعمل صداقات، اعمل صحاب. كنا عيلة واحدة كاصدقاء، واحدة من اصحابي توفت يعني، فكنت اعرف جوزها، ابتديت اسال عليه، ابتدى يسال عليا، ابتدينا نكلم بعض كل يوم. كنت انا الصدر الحنين ليه، وكان هو بيطبطب عليا في وحدتي. كنا الاول اصحاب، ما كانش فيه اي علاقه توحي عن ان احنا هنبقى احباب او ان هو هيبقى فيه علاقه بيني وما بينه. ابتدينا نتقابل في النادي، بعد كده نتقابل في مره عندي في البيت، ابقى عامله غدوه حلوه، اقول له لا تعالى قضي اليوم معايا واتغدى. وكانت الحياه يعني المكان اللي انا ساكنه فيه كل واحد عايش لوحده، واللي يجي يجي واللي يطلع يطلع، محدش ليه دعوه بحد. ولا جيران بتسأل على حد، يا دوبك لو حد قابلك بالصدفه ازيك ازيك، ما حدش قابلك يبقى خلاص كل واحد في حاله، ما حدش بيسأل على حد. ابتدت الوحدة تموتني، ابتدى الراجل ده يشغل حياتي. لما لقيت الدنيا هتبتدي ان هي تبوظ، ان انا هتعلق بيه اكتر، ما حدش في ولادي بعد كده ابتدى يسأل عليا، بدل ما كانوا بيسألوا عليا حتى في التليفون مكالمة كل يوم، بقت كل 3 شهور، بقت كل شهرين. اما اجي على بالهم، اصل يا ماما مش فاضيين، اصل يا ماما الشغل، اصل الولاد. قلت خلاص بقى كل واحد في حياته. وحتى جوزي اللي كان بيسأل عليا كل يوم، بقت مرة كل أسبوع. طب واتحايل عليه أقول له انزل، حاسة إن الشيطان هيلعب بدماغي في يوم. خلاص أنا بقيت بموت من الوحدة. بنزل وبتفسح وعربيتي والفلوس تحت إيدي، بس عايزة بني آدم، عايزة صدر حنين لما أكون متضايقة يطبطب عليا. ما لقيتش قدامي غير جوز صاحبتي، قعدنا فترة سنتين مع بعض، احنا صحاب وما بن... يعني ما فيش حاجة حصلت علاقة ما بيننا طول فترة السنتين دي، لغاية ما لقينا نفسنا مرة واحدة بنحب بعض، مرة واحدة مش قادرين نستغنى عن بعض. بنتي ابتدت تبقى حامل تاني، بقى عندها 3 ولاد، عايزاني اروح اقعد معاها شوية. هي ما قدرتش، يا دوبك 15 يوم وما قدرتش استغنى عنه. لقيت نفسي راجعة تاني، وهو برضو فضل يكلمني، كان بيعاملني كويس وبكل حنية وحب. فضلت اقول لجوزي ارجوك انزل كفاية كده، طب انت في ايه، انت مالك، انت زهقانة من القعدة لوحدك، طب اجيب لك حد يقعد معاكي، اجيب لك شغالة، آه خلي الولاد تروحي، اجيب لك شقة تقعدي معاهم وتشغلي بالك بيهم وحياتك بيهم. قلت له لا خلاص انا اتعودت على الوحدة، طالما انت مش هتنزل. هو اللي اجبرني ان انا اعمل كده، هو اللي اجبرني ان انا اخونه مع
جوز صاحبتي اللي متوفية، ابتدت يعني يحصل علاقة ما بيننا. ابتدينا في الموضوع ده، قعدنا 3 سنين واحنا عايشين زي اللي متجوزين. ويعني بيجي عندي البيت، خلاص بقى مقيم عندي في البيت. لما اولادي يجوا او احس ان هم هينزلوا اجازة او يجوا، انا اخليه يروح شقته. لما جوزي يكلمني في التليفون يبقى هو قاعد في اوضة وانا قاعدة في اوضة. المهم ان ما نحسسش حد ان في حد معايا. بقيت خلاص بقى زهقانة وقرفانة من نفسي. طبعا مش قادرة اني اتطلق من جوزي، لان حنفية فلوس بتتبعت لي كل شهر. هو اللي اجبرني ان انا اعمل كده، هو اللي اجبرني ان انا اخونه. لان انا قلت له انزل اكتر من مرة. كنت عايزة راجل، انا لسه صغيرة 46 سنة، محتاجة الحضن، وهو سابني وانا صغيرة وولاده صغيرين. وايه سر ان هو مش عايزني اسافر مع ان عنده امكانيات ان هو يخليني اسافر واعيش معاه هناك؟ مش عارفة ايه السر ان هو مش عايزني اسافر له. طبعا الحاسة الستة عند الستات بتبقى قوية جدا. كنت حاسة جدا ان هو اتجوز هناك او هو على علاقة بحد، لان الراجل مش هيقعد 25 سنة او 24 سنة من غير ما يلمس واحدة. كنت متأكدة وعندي الاحساس ده جدا، لان كل ما اكلمه في الموضوع ده يقعد يضحك ويهزر ويبقى كأن الموضوع بالنسبة له عادي. بس انتي اللي في القلب. وانا كمان بقيت متضايقة من نفسي، وعشان ما اتضايقش من نفسي جمعت بين زوجين. بقيت خليت التاني كتب لي ورقة عرفي ان انا مراته عشان ما نغضبش ربنا. بس انا كده جامعة بين زوجين، انتي كده جمعتي بين زوجين، انتي كده غضبتي ربنا اصلا، لانك انتي في الاساس كنت زانية ملهاش علاقة تانية. ومش معنى ان جوزك مسافر ان انتي تخونيه. ايه يا جماعة اللي احنا بنشوفه ده؟ مش معقولة كل واحدة جوزها يسافر تجيب لها واحد في البيت وتقول لك خلاص بقى ده حبيبي وده دنيتي، والتاني مش عاطيني حقوقي. وانت خلاص عملت لك قرش، انزل شوف مراتك الست اللي انت سايبها بقالك 25 سنة. في ايه؟ ما تعيش حياتك مع مراتك، خدها معاك. ولا وانت اتجوزت هناك ومش هينفع، قول لها خلاص انا اتجوزت، انفصلوا بهدوء، خليها تعيش حياتها، خليها تتجوز في الحلال. انت كمان خلاص مش قادرة تستغني عن الراجل اللي معاكي، انفصلي عنه. بلا فلوس بلا زفت، الفلوس مش هتعمل لك حاجة اما تقابلي ربنا. انفصلي عنه واتجوزي التاني شرعي. خلاص انت زنيتي وعملت الحرام. انت كده ما تفكريش الورقة دي، انت جامعة بين زوجين يعني ممكن تستغني فيها. خلاص لو التاني بلغ عليكي وده نزل وده عايزك وده عايزك، انت وقت ساعتها هتعملي ايه؟ لازم تفكري ان انت تنفصلي عن جوزك الاولاني لو انت مش عايزاه، يا اما تقطعي بعلاقتك بالتاني ده نهائيا وتعيشي بقى. سافري بقى، سيبي الشقة اللي هنا، سافري عيشي مع اولادك. اعملي لنفسك حياة تانية. انت واحدة بقيتي جدة، ممكن تعيشي معاهم هناك وتاخدي شقة زي ما اولادك قالولك. هتتلهي في عيال وعيالك. هتبقي حتى لو انت متعلمة ممكن تشوفي لك شغلانة، ممكن تفتحي مشروع طالما بتقولي حياتكم المادية بقت كويسة. ابعدي عن السكة اللي انت ماشية فيها، عشان السكة دي هتوديكي لطريق مسدود ملهوش نهاية. يعني اكيد اكيد التاني مصورك، اكيد واخد صور عليكي، واخد حاجات هتطلع وقت ما جوزك ده يرجع. فانتي احذري. اللي انتي ماشيه فيه ده طريق الشيطان، طريق الزنا، طريق الغلط نهائيا. اطلبي من جوزك تاني، قولي له انا محتاجه لك، انزل ارجوك انزل. انا عايزه احس بوجودك، انا لسه صغيره. حسسيه ان في حاجه غلط، حسسيه ان هو لازم ينزل، ما نفعش ينزل. روحي له، لازم تقولي له لازم اروح لك، لازم نعيش مع بعض. طب ايه السبب ان انت مش عايزني اسافر؟ انت اتجوزت؟ لو اتجوزت صارحني وقت ساعتها اطلبي الطلاق. ومن غير الطلاق انت ممكن تخلعيه كمان بال 24 سنه ولا ال 25 سنه اللي هو سايبك فيهم، ومفيش اي حاجه. اعملي اي حاجه حلال اللي انت ترجعي لربنا واستغفري ربنا. حسسي ولادك ان هم لازم باباهم ينزل. ان انت تعبتي من الوحده، ان انت عايزه ونس، عايزه جوزك، عايزه يبقى ليكي حياتك. انت مش قادره تستغني عنه. وخلي ولادك يقنعوه اللي هو ينزل، حتى لو ينزل اجازه كل كام سنه، ان انت تقعدوا مع بعض حتى شويه. في ايه؟ الحياة الزوجية مش بتنتهي عند ان انا سافرت وخلاص اتجوزت، ان انا كتبت ورقة دي مراتي ودول ولادي وان انا سايبهم في بلد وهي في بلد. عمر ما كانت الحياة الزوجية كده. لازم تقنعيه، يا اما تتطلقي وتتجوزي التاني، يا اما تسيبك بقى من موضوع الفلوس، عشان انت طمعانة في الاتنين، طمعانة في الراجل التاني حبه ليكي، وطمعانة في الفلوس اللي بيبعتلك الاولاني. ومش فارقة، انت كده مبسوطة ومش عارفة تعملي ايه، لان انت مبسوطة بالوضع اللي انت فيه.
انت فرحانه بالفلوس وفرحانه بالتاني ان هو بيحبك، وكاتبه بالاسم ورقه ان انت بتحللي الحرام او الزنا اللي انت عملتيه. ما هي مستنيه تعليقاتكم، يا ريت تقولوا لها تعمل ايه. وما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد، وما تنسوش تبعتوا لي مشاكلكم في رساله. انا ما بكلمش حد في التليفون، ابعتوا لي رساله بالمشكله وانا هطلع اقولها على طول. سلام عليكم ومع السلامه.